القران، لأن النبي لما ساق الهدي معهم من المدينة قرن عليهم، وإذا تأسف وتمنى أنه كان متمتعا، وقال لولا أني قلدته لبته لأحللت معكم. فالتمتع أفضل أنواع النسك، ولأن الله ذكره في كتابه: فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي. نعم. فإن كنت لم تسق معك الهدي فتمتع بالعمرة إلى الحج، لأن ذلك أفضل، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. صفة الإحرام هي نية الدخول في الإحرام هو إيش؟ كثير من يحسب الإحرام من الملابس. الإحرام ما هو؟ النية، نية، وهذا هو الركن الأساسي، فمن لم يأتي به لم ينعقد له حج أصلا. نعم. فإن كنت متمتعا فإنك تنوي الدخول في العمرة، ويسن أن تقول لبيك اللهم عمرة. وإن كنت قارئا والقران أفضل لمن ساق الهدي فإنك تنوي العمرة والحج معه، ويسن أن تقول لبيك اللهم عمرة في حجة، أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجة. وإن كنت مفردا نويت الدخول في الحج، ويسن أن تقول لبيك اللهم حجا. التصريح بالنسك سنة وليس واجبا، سواء قال يعني لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة في حق المتمتع، كل ذلك سنة وليس بواجب. نعم. ويسن لك قبل الإحرام أن تغتسل وأن تتجرد من المخيط الذكر، يعني هذا للذكر ليس الأنثى، الأنثى لا تتجرد. نعم. وأن تتطيب بأطيب ما معك من الطيب في بدنك لا في ثيابك، في بدنك فقط. نعم. لحديث خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف وبسطت يديها، رواه البخاري. وعند مسلم بأطيب يعني أطيب طيب معك إيش هو؟ وأطيب الطيب ما هو؟ المسك، كما عند مسلم أطيب الطيب المسك. نعم. وسيأتي أين يتطيب، وقد قال أصحابنا يتطيب في بدنه، لكن سيأتي السنة الكلام عليها. نعم. وعند البخاري بذريرة أي طيب مسحوق مركب. وأما المرأة فتتجرد من القفازين والنقاب. ويسن الغسل لكل من أراد الإحرام حتى الحائض والنفساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. يعني الغسل الاغتسال سنة حتى الحائض إذا أرادت أن تحرم، وكذلك النفساء فإنها تغتسل. فالاغتسال سنة لكل من أراد الإحرام، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، عبدا أو حقا، ذكرا أو أنثى. نعم. ويكثر الذكر من الطيب في رأسه. هنا ارجع إلى هذه السنة هنا يا شيخ. هم الحين ليش قالوا في بدنه؟ السنة في رأسه ولحيته. فهم السنة هذه في أيوة، ما قال في ظهره ولا في رجليه. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. هنا ركز على هذه المسائل، هذه سنة النبي. فين الطيب؟ ويكثر الطيب في رأسه ولحيته. النبي كان يجلس أيامه ويرى وبيص الطيب، لأن المسك أبيض يرى يعني في رأسه عليه الصلاة والسلام. الطيب في رأسه ولحيته. الحنابلة قالوا في بدنه أطلقوا، لكن نقول فين احنا؟ في رأسه. يبغى يطيب في ظاهر ما يمنع، لكن حنقول السنة فين؟ في رأسه ولحيته. نعم. يسن لك أيها الرجل الذكر أن تحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه الزعفران. يعني ما في ثوب في طيب،
لا يلبس ثوبا مطيبا. وإذا كان الثوب أو الإحرام فيه طيب كما جاء من البيت مثلا فيه بخور يغسله، يغسل الطيب منه. نعم. وليحرم أحدكم في إزار ورداء. هذه السنة هنا إزار ورداء ونعلين. وليحرم، هذه اللام لام ايش؟ لام الأمر. وليحرم في إزار ورداء ونعلين، هكذا عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، ولا يشترط أن يكونا جديدين. نعم. فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين. رواه أحمد. ولا يقطع الخفان لأن القطع هذا إذا لم يجد نعم، فالقطع قد نسخ، لأنه بعد ذلك قال في عرفة من لم يجد نعلين فيلبس خفين. لكن أنا من الآن من أراد السنة في إزار ورداء ونعلين، ويجتهد أن النعلين تكون نعلين عادية ما هي مثل الفخم، الأشياء الفخمة. والله الحذيان حق 200، والله بعض الناس نعم نعلين عادية نعم. وبعضها ايش من الخلف ايش مرتفعة قبل الكعب، نقول هذه لا بأس بها ما دام أقل من الكعب لا بأس، لكن لا تلبسها، ألبس نعلين عاديين. هكذا يقول وليحرم في إزار ورداء ونعلين. نعم. التي فوق يصح. نعم. لا لكنها لكن أي السنة ما هو. شوف الحديث وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أما إن كانت أقل فإن الإحرام فيه ما صحيح. نعم. واختيار نعم بعض مشايخنا. نعم. إن وافقت أيها المسلم صلاة فريضة فتوضأ ثم صلها قبل الإحرام. وافقت فريضة يعني، وليس هناك صلاة الإحرام تخصه. نعم. وإن لم توافق ذلك فتوضأ وصلي ركعتين الوضوء أو ضحى، يعني ما هي خاصة بالإحرام. نعم. فإذا استويت على راحلتك كسيارتك فأهل بالنسك. أيوة. متى يبدأ الإهلال؟ متى يبدأ النية؟ يعني الإهلال وذكره والصراخ به. إذا استوت به نعم عندك راحلته، أو يعني انبعثت قامت واستوت قامت، فإنما إيش عندك شام حين استوت. وأيضا جاء حين انبعثت به راحلته، يعني هذه السنة. اركب السيارة عندما إيش شغل مثلا أحيا في قلبك وقل لبيك اللهم عمره. نعم. ثم يلبي ويرفع رأسه صوته بالتلبية. نعم. وقد كان الصحابة من يصرخ أوحى إلا وقد بحت حلوقهم يصرخون بها صراخا. الناس اليوم بعضهم كان مستحي. تفضل. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. يعني إيش معنى؟ يوم وقفت أهل. الصحابة كلهم ينقلون كلامه وحركاته. حج معاه عالم، يقول جابر يقول انظر قدام ما يقطعهم البصر، مشاية وركابة خلفه يمين ما البصر ما يقطعهم. طلعوا 25 ذي القعدة، حوالي 9 أيام في الخط. نعم. إذا أهلت بالنسك الذي تريد فارفع صوتك أيها الرجل بالإهلال. لحديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال. رواه ابن ماجه وأبو داود. أما المرأة فترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها التي معها، ولا تسمع الرجال الأجانب صوتها، لأنه يخشى من الفتنة، إما أن تفتن هي وإما أن يفتن غيرها. فتسمع من كانت
بجانبها. أما الرجل يرفع صوته بالإهلال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا. نعم. إذا كنت مريضا وتخشى اشتداد المرض أو تخشى من بعض العوائق فيسن لك أن تشترط وتقول في إحرامك، لحديث عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. وهذا يسن كما قلنا لمن خاف مثلا أن يمنع أو كان مريضا خاف أن يشتد عن المرض، يسن أن يشترط: اللهم محلي حيث حبستني. فيستفيد من هذا الاشتراط أنه لو منع تحلل ولا شيء عليه، ويقول أصحابنا: تحلل مجانا ولا شيء عليه. نعم. أما لو كان لم يشترط هذا له حكم آخر يأتي. نعم. وإذا كنت لست مريضا ولا لا، من يخشى فقط. هذه قالت: أنا وجعة، نعم، ضباعة، النبي ما اشترط، ولكن عندك جاك الكلام: وإذا كنت لست مريضا ولا تخشى ما يمنعك فلا تشترط. نعم. المواقيت المكانية التي يحرم منها مريد الحج والعمرة هي 5، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل. الآن يحرمون بقابض. نعم، أهل الجحفة. نعم. ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني حتى أهل مكة يحرمون للحج من مكة، مو العمرة. أما العمرة فيحرمون من أدنى الحل كما سيأتي في حديث عائشة، لكن أهل مكة للحج يحرمون منين؟ من مكة للحج. نعم. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل يعني محل الإهلال. عن المهل، فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم. هنا الخلاف في ذات عرق، فقيل أن الذي وقتها عمر، لكن الصحيح أن الذي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عمر وقتها وافق توقيته توقيت رسول الله، وكان عمر موفق في أشياء كثيرة وافق فيها. نعم، ما جاء به الوحي. نعم. هذه المواقيت 5 هي ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عرق. هي لأهل تلك البلاد ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة. يعني لو أنك ذهبت إلى المدينة وأردت أن تعتمر من هناك، من تحرم؟ من ذي الحليفة، لأنك مار بها كما قال النبي: هن لهن ولمن من غير أهلهن. نعم. ومن كان دون المواقيت كمن بين المواقيت ومكة أو من أهل مكة فإنه يحرم من حيث أراد النسك، لحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري. من أراد الحج من أهل مكة أحرم من مكة، ومن أراد العمرة من أهل مكة أو هو في مكة فيحرم من أدنى الحل. وهذا الفرق للحج المكي. المكي إذا أراد أن يحرم بالحج ماله من مكة. لماذا؟ التعليل العلمي لأنه سيجمع بين الحل والحرم. أما العمرة وش يسوي؟ يحرم من أدنى الحل كالتنعيم، كما في حديث عائشة الجاي. نعم. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. رواه الشيخان. من لم يمر بميقات من المواقيت المذكورة فإنه يحرم إذا حاذ أقربها إليه برا أو بحرا أو جوا، لحديث يعني مثل الآن اللي يروح على خط جدة مثلا ما يمر بإيش؟ لملم، لكن في محاذاة، إذا حاذاها أحرم.
إذا حاذاه أحرم. نعم. ولا يشترط أن يأتي على الميقات نفسه، بل متى أحاذاها أحرم نعم بحج أو بعمرة. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا يعني مائل عن طريقنا لا نأتي عليه. نعم. وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. بل اللي رايح الآن عن طريق جدة ترى فيه لوحة أظن هناك أنها محاذاة، فيحرم من محاذاة الميقات. نعم. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم: أيها الحاج والمعتمر إذا أحرمت بالحج أو بالعمرة أو بهما فيجب عليك أن تتجنب محظورات الإحرام، وهي: تجنب أيها الرجل لبس المخيط على هيئة عضو. المخيط المراد به ما كان على هيئة عضو، زي الفنيلة الآن أو السراويل أو القميص أو مثل الشراب الآن يلبسها، هذه على هيئة عضو. اللي يلبسوها الرياضيين يدخلوها في إيش؟ في رجولهم يعني. التنورة وإن كان بعضهم يجوزها، القول الصحة أنها لا يحرم فيها. بعرف التنورة التي الآن بعض المشايخ يذهب إليها، لكن القول الصحيح الذي عليه الفتوى أنه إيش؟ أنها لا يحرم فيها المحرم. نعم. تفضل. وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. رواه البخاري. إذا لم تجد أيها الرجل نعلين فلك أن تلبس الخفين بدون قطع حتى تجد النعلين. يعني حتى تجد ثم إيش؟ فإذا وجدت النعلين اخلع الخفين. وكذا لو أحرم مثلا في الطائرة ولم يكن معه محارم اشتراها، فكان لابسا سراويله، يلبسه حتى وين؟ حتى يجد الإزار ثم يخلع السراويل، وما عليه شيء، ما معه شيء، واضح؟ هذا معذور حتى يجد. إذا وجد ماله لزمه. وفي الحديث: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. السراويل ترى المفرد واحد اسمه سراويل الجمع سراويلات. نعم. وإن لم تجد الإزار فلك لبس السراويل حتى تجد الإزار. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. رواه البخاري. أما المرأة فلا تلبس ما شاءت من الثياب من جوارب لقدميها وغيرها، لكن يجب عليها أن تمتنع عن لبس النقاب والقفازين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. تمنع من ماذا؟ من النقاب، وهو المنقوب على العينين أو ما كان يشبه النقاب، أو القفازين. وإذا تغطي وجهها بماذا؟ بالغطوة يسمونها العادية، وتغطي يديها بعباءتها أو بشرشف، فلا تلبس القفازين. هذا نهي من النبي. نعم. إذا كانت المرأة المحرمة مع نساء أو مع محارمها فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها ويديها عند أكثر أهل العلم. وإذا مر رجال، يعني الآن هي محرمة ما تتغطى إذا كان عند محارمها، هذا يقول طائفة أنها تكشف وجهها، وقالوا إن إحرام المرأة في وجهها. فهذا يقول طائفة من أهل العلم قالوا أنها يجب أن يكون وجهها ويداها مكشوفين إذا كانت عند محارمها وعند زوجها، أما عند الأجانب وجب عليها أن تغطي ذلك. نعم. وإذا مر رجال أجانب وغطت وجهها وجوبا بغير النقاب ويديها بغير القفازين، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود. يعني تتغطى ما دام في رجال، فإذا إيش ذهبوا كشفت ذلك وأبقت وجهها مكشوفا عند محارمها. نعم. من المحظورات عليك أيها المحرم الرجل والمرأة:
حلق الشعر أو نتفه أو قلعه من الرأس أو بقية البدن لقوله والمراد بهذا المحظور ايش؟ هو التعمد. التعمد. أما لو كان خطأ فالقول الصحيح أنه لا فدية في الخطأ، خلافا لأصحابنا في هذه المسألة، فإنهم يفرقون في الخطأ بين نوعين من المحظورات. النوع الأول ما كان إتلافا كحلق شعر، قالوا هذا فيه فدية. النوع الثاني ما ليس إتلافا كتغطية الذكر رأسه بملاصق، قال ليس فيه، والقول ليس فيه فدية. والقول الصحيح أن الناسي لا شيء عليه ولا فدية عليه، سواء كان المحظور إتلافا أو غير إتلاف، وهذا قول المحققين من أهل العلم. وقد قال الله عز وجل في الصيد: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، الآية. وإن كان الجمهور قالوا وإن قتله غير متعمد فعليه الفدية، لكن الصحيح أنه لا فدية عليه لأنه قال متعمدا، والمفهوم أن غير العامد لا شيء عليه. وهنا فرق بين موضوعين في الحج: من نسي فعمل محظورا، ومن نسي فترك واجبا. نعم، من فعل محظور ناسيا فلا شيء عليه، ومن ترك واجبا فعليه ماذا؟ فعليه دم شاء أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فإن لم يجد صام 10 أيام. وستأتي المسائل هذه. نعم. لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يحظر على المحرم الرجل والمرأة قص أظفاره من يد أو رجل أو تقليمها قياسا على حلق الشعر. يمنع عليك أيها المحرم الرجل تغطية رأسك أو وجهك بملاصق، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذا هو القول الصحيح. وهناك من يقول له أن يغطي وجهه، لكن هذا ثابت في صحيح مسلم، فنقول ليس له أن يغطي رجل الذكر رأسه ولا وجهه. هذا كلام في الذي مات وهو محرم، قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا يغطي أذنيه أيضا، لأن الأذنين من الرأس. نعم، الحديث. نعم. فإن جعل الذكر الكمامات على وجهه فعليه الفدية. أي هنا الكمامات الآن جاءت هذه في هذا الزمان مذكورة. له 3 بالله يمكن، والله ما أدري، هو الكتاب مؤلف من قديم. نعم. ليش؟ لأنها تغطية للوجه. وإذا لبست المرأة الكمامات على هيئة نقاب فعليها الفدية. إذا كان على هيئة نقاب فعليها الفدية أيضا، وذلكم إذا تعمد. أما من كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقد قال قد فعلت. نعم. مما يحرم عليك أيها المحرم الرجل والمرأة الطيب، سواء في الثوب أو البدن، وسواء كان المحرم حيا أو ميتا. حتى لو كان ميتا لا يطيب. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: ولا تمسه بطيب، رواه الشيخان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس. والمحرم لا يكون دائما متزينا، بل يسير على حاله. وفي الحديث يعني الحاج الشعث التفل، يعني ما مثلا ايش يمشط كل يوم مثلا، ويمشط لحيته ويمشط راسه الشعث ايش؟ التفل، الشعث. بل ان التمشيط كل يوم ماله؟ هل مشروع؟ لا. ان النبي نهانا عن كثير من الإغفاء. حديث فضالة لما كان فضالة أميرا على مصر، أمير، إيش معنى أمير؟ وجاء واحد عنده
قال يا فضالة أراك مشعان الرأس، أنت أمير وطالع يمشي حافي. قال إن رسولنا نهانا عن كثير من الإرفاح، وإنه نهانا أمرنا أن نحتفي أحيانا. مين قضية إني أمير ولا إني ما أنا أمير؟ قال له نعم تفضل. مما يحرم عليك أيها المحرم الرجل والمرأة قتل الصيد البري المأكول أو اصطياده، لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يحرم عليك أيها المحرم الرجل والمرأة عقد النكاح وخطبة المرأة النكاح، قال صلى الله عليه وسلم حتى الخطبة تحرم، وسواء كانت تصريحا أو تعريضا. نعم الحديث عندك ولا ينكح ولا يخطب. طيب لو خطب خطبته باطلة، ولك أن تخطب على خطبته، لأنه عمل فاسد هذا، ولا يجوز له ذلك. ولو تزوج فإن نكاحه ماله غير صحيح. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. يحرم عليك أيها المحرم الرجل والمرأة الجماع ودواعيه، ومن ذلك المباشرة دون الفجر، لقوله تعالى مباشرة بشهوة، مش مباشرة بشهوة. نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما يحرم جميع الذنوب والجدال الذي لا فائدة فيه. أما الجدال العلمي لتكرير الحق وإبطال الباطل فهذا مشروع عموما. أي نعم. هذه المحظورات إنما تحرم على من فعل شيئا منها مختارا عامدا ذاكرا عالما، وأما الجاهل والناس والمكره فلا شيء عليه، لحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه صحيح. حديث صلى الله عليه وسلم في الفدية في فعل المحظور: إذا حصل منك أيها المحرم أن وقعت في فعل محظور من محظورات الإحرام عامدا ذاكرا عالما مختارا فكما يلي: إن كان المحظور غير الصيد وغير عقد النكاح وغير الجماع قبل التحلل الأول، مثل لبس المخيط للذكر أو لبس المرأة القفازين أو النقاب أو تغطية رأس الرجل بملاصق أو إزالة شعر أو أظفار أو طيب أو تغطية وجه الرجل، فإنه يجب عليك واحد من ثلاثة أمور وأنت مخير، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك، فقال: نعم. يعني القمل كان رأسه مليئا بالقمل. نعم. الصحابة كانوا فقراء رضي الله عنهم، فتح الله بعد الفتوح. نعم. وليس هذا عيبا كما قال الشيخ. فالفقر ليس عيبا. نعم. لو كان بالفقر ازدراء لم يرى آل الرسول والصحابة فقراء. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه، رواه الشيخان. وتسمى فدية وأذى، والإطعام لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف تقريبا من الأرز ونحوه. لكن لو احتاج إلى فعل المحظور مثل كعب آذاه أم رأسه، أفرض أنه مريض يحتاج إلى أن يغطي رأسه، فله ذلك وعليه الفدية ولا يأثم. لكن لو كان بلا عذر ماله فعليه الفدية والإثم، وقد لا يكون حجه مبرورا، وعليه التوبة. أما إذا كان محتاجا لفعل محظور فإنه يفعله ويفدي ولا شيء عليه. نعم. لكن الفدية فقط. نعم. أما عقد النكاح والخطبة فإنهما يحرمان وليس فيهما فدية، ولكن النكاح لا يصح والخطبة للمرأة غير معتبرة. يعني لو تزوج محرم فإن نكاحه لا يصح، الحديث لا ينكح المحرم ولا ينعم. أما حديث نكاح النبي ميمونة فقد جاء في البخاري تزوجها وهو محرم، فالقول الصحيح أنه ليس محرم بأنه محرم بحج وبعمرة، ولكن قالوا محرم في الشهر الحرام، لأن ميمونة رضي الله عنها اللي قال ابن عباس تزوج محرم هي التي قالت تزوجني رسول الله ونحن حلالان، فهي صاحبة القصة وهي أعرف الموضوع.
فقولها مقدم على قول ابن عباس.